قبل ما نبدأ، ده ملخص الجزء التاني من أفلام باجي، ولينك الجزء الأول هتلاقوه تحت في الديسكريبشن، وتقدروا تشوفوا الملخص ده حتى لو مشوفتوش الجزء الأول. وبنكمل مع نيها واللي بتكون راكبة عربيتها، وبيكون في عصابة واقفة بتراقبها، وبيلبسوا أقنعة وبيروحوا يضربوها وبيرموها بره العربية. بس نيها بتحاول تقاوم وبتضربهم، لكن العصابة بتخبط دماغها في العربية وبيغمى عليها، وبياخدوا العربية بتاعتها وبيمشوا. وبتدخل نيها المستشفى، وبعد شهرين بتخرج بعد ما بتكون اتعالجت. وبنروح لروني واللي بيكون ضابط في الجيش الهندي، وروني ده من أحسن الضباط الموجودين في الجيش، وبيكون في مهمة في كشمير وبيقبض على إرهابي، والمنطقة اللي موجود فيها الإرهابي ده كلها إرهابيين. فبياخد روني الإرهابي وبيربطه في مقدمة العربية، وبيقدر يخرج من المنطقة قدام كل الإرهابيين ومحدش بيقدر يقرب له. ولما بيرجع روني الخيمة بتاعته، زميله بيقوله إن موبايله كان بيرن طول الوقت، ولما بيفتح التليفون بيلاقي رسالة منيها وبتقوله فيها: أنا عارفة إني بتصل بيك بعد 4 سنين، ومش عارفة إذا كان لسه معاك الرقم ولا لأ، بس لو لسه معاك كلمني ضروري. وزميله بيحذره وبيقوله: فكك من البنت دي وما تسمعش كلامها، هي لسه فاكرة تكلمك بعد كل المدة دي. لكن روني ما بيسمعش كلام زميله، وبيروح للقائد بتاعه وبيطلب منه أجازة. والقائد بيسأله: أنت عايز أجازة ليه؟ فروني بيقوله: أنا محتاج الأجازة دي لظروف خاصة. والقائد بيقوله: أنت عارف إن مفيش ظروف خاصة في الجيش. وروني بيقوله: أنت عارف إني بقالي 4 سنين ما خدتش أجازة. فالقائد بيقوله: أنت بقالك هنا 4 سنين فعلا، وأكيد نسيت إزاي تتعامل مع الناس. وروني بيقوله: ما تقلقش، هتعلم من أول وجديد إزاي أتعامل معاهم. فالقائد بيوافق وبيقوله: أنت قدامك 7 أيام بس، وفي اليوم الثامن قبل الفجر تكون عندي هنا. وبيشكره روني وبيجهز شنطته بعدها وبيمشي. وفي الطريق روني بيفتكر كل ذكرياته مع نيها، وبيفتكر أول يوم شافها فيه. وبنرجع بالزمن لأول مرة تقابله، وفي اليوم ده بتكون نيها ماشية في الجامعة وبتلاقي واحدة صاحبتها بتنادي عليها وبتقول لها: أنا جبت رقم روني. ونيها بتقول لها: مين روني ده يعني؟ فصاحبتها بتقول لها: ده بطل كرة السلة وأجمل شاب في الجامعة. وبتاخد نيها وبتشاور لها عليه وبتقول لها: أنا هتصل بيه دلوقتي. ونيها بتقول لها: أنت مجنونة، هتتصلي بيه ليه؟ أنت ما تعرفيهوش. بس صاحبتها مش بتسمع كلامها وبتتصل بيه فعلا. ولما بيرد عليها بتقوله: انت عملت عضلات دراعك دي ازاي؟ وروني بيقول لها: مين معايا؟ فبتقوله: يعني انت مش هتتكلم معانا غير لما نقول احنا مين؟ فبيقول لها: انا هتكلم معاكوا ازاي وانا مش عارفكوا؟ فبتقوله: يعني لو اي بنت قالت لك على اسمها هتكلمها من غير ما تكون عارفها؟ وروني بيقول لها: هو انتوا فاكرين نفسكوا بنات اصلا؟ ونيها اول ما بتسمع الكلام ده بتتعصب وبتاخد التليفون من صاحبتها وبتزعق لروني وبتقوله: انت فاكر نفسك ايه يعني؟ روح العب سلة احسن وبلاش تلعب معايا. فبيقول لها روني: انت اصلا اللي اتصلتي. ونيها بتقوله: دي صاحبتي اللي اتصلت بيك مش انا، وعلى العموم انت محظوظ جدا انك كلمتني اصلا، لان مفيش اي شاب يتجرأ يبص في وشي اساسا. فبيقول لها: للدرجة دي انت وحشة؟ فبتقوله: انت لو شفتني هتقع في حبي من اول نظرة. فبيقول لها: طب يلا خلينا نجرب، وبيخبط على كتفها. واول ما بتلف نيها بيقع روني في حبها فعلا، وبيفضل باصص لها كتير لحد ما بتسيبه وتمشي. وبعد كده بتروح نيها تقابل ابوها، وابوها بيقول لها: انا قابلت شاب كويس اسمه شيكار وعايزك تقابليه وتتعرفي عليه. وساعتها بيظهر روني وبيعدي من فوق العربية، وبيقول لها: انا فعلا اعجبت بيكي اول ما شفتك وعرفت عنك حاجات كتيرة. وبيقول لها: الانسان في العادة بيعجب بشخص عشان 3 حاجات. اول حاجة طريقة تفكيره، وانتي دايما مركزة في دراستك وشغلك غير باقي الطلاب اللي دايما مركزين في اللعب وبس. وتاني حاجة قلبك الطيب، لانك اول ما صاحبتك بطلت تيجي الكلية عشان ما دفعتش المصاريف، رحتي انتي ودفعت لها المصاريف بتاعتها. تالت حاجة بقى ان انتي جميلة وابتسامتك حلوة جدا. وبيكون ابوها قاعد وسمع كل الكلام ده، فبينزل وبيسلم عليه روني وبيقول لابوها: احفظ وشي لانك هتشوفه كتير الايام اللي جاية. وبيسيبه بعدها ويمشي. بعدها بيروح روني ملعب السلة وبيلعب مع فريقه، وبتروح له نيها الملعب وبتقوله: اسمعني كويس، انا بقى بكره 3 حاجات فيك. اول حاجة انك شايف نفسك جدا، وتاني حاجة انك قلت كلام فارغ قدام ابويا، وتالت حاجة انك عمال تراقبني في كل حتة وانا ما بحبش الشباب اللي بتراقب البنات. بس عجبني حاجة واحدة بس فيك، انك شجاع وبتقول اللي انت عايزه من غير خوف. وبتكتب له رقمها على الكورة بتاعته، وبتقوله بعد كده: لو حابب تقول لي اي حاجة اتصل بيا، احسن ما تقول الكلام ده قدام ابويا. وبتضحك وبتمشي، وبتبدأ قصة حبهم وبيفضلوا يكلموا بعض في التليفون وبيخرجوا مع بعض وبيعرفوا بعض اكتر. وبيوعدها روني انه هيفضل يحبها دايما،
وإنه هيفضل جنبها طول الوقت ومش هيسيبها أبدا. وبيروحوا يحضروا فرح واحد صاحبهم وبيغنوا وبيرقصوا مع بعض، وفجأة بيدخل عليهم أبو نيها وبياخدها من إيديها، بس روني بيمسكها من إيديها التانية وبيقول لأبوها أنا بحب بنتك، بس أبوها بيرجع وبيضرب روني بالقلم. فروني بيقول لنيها قوليله إن إحنا بنحب بعض، بس ما بتقدرش تقول حاجة قدام أبوها وبتمشي معاه. وبيفضل روني في البيت وبيفكر فيها، وفجأة بيرن الجرس وبيقوم عشان يفتح، وبيلاقي نيها قدامه وبتطلعله فستان من شنطتها وبتقوله انت عارف ان الفستان ده ماما لبسته يوم فرحها، وبتعرض عليه الجواز. فبيفرح روني جدا وبيحضنها، وبيروحوا عشان يشتروا حاجات الفرح وبيحتفل هو واصحابه مع بعض. وبيجي ميعاد الفرح، بس قبل ما يتجوزوا نيها بيجيلها اتصال من المستشفى وبتعرف ان ابوها تعبان، فبيوصلها روني وبتدخل لوحدها. وروني بيتصل بيها وبيقولها ما تقفليش السكة عشان عايز اسمع كل حاجة واطمن. وبتدخل على ابوها وبتحضنه، وبتعرف ان عنده مرض خطير وفي حالة متأخرة جدا. ولما ابوها بيشوف الاساور في ايديها بيعيط وبيقولها ايه ده انتي كنت هتتجوزي؟ فبتحضنه نيها وبتقفل السكة في وش روني. وتاني يوم بتروح له نيها البيت وبتقوله ابويا بيموت وامنيته الاخيرة اني اتجوز شيكار. وبيقولها روني انا ما قدرتش اعيش من غيرك. فبتقوله انت ممكن ما تقدرش تسامحني، بس على الأقل حاول تنساني. وبتودعه وبتمشي. وساعتها روني قرر يدخل الجيش ويخدم وطنه، بس بالرغم من كل ده قرر يوفي بوعده ليها وما بيسيبهاش وبيروح لها عشان يساعدها. وبيوصل روني وبيقابل نيها وبيقول لها عاملة ايه وايه اللي حصل في وشك ده؟ فبتقوله انت شكلك اتغير قوي وقصيت شعرك كمان. فبيقول لها اصلا انا دخلت الجيش. وبتسأله انت اتجوزت؟ فبيقول لها لا انا كده مبسوط اكتر. فبتقوله نيها انا اتجوزت وعندي بنت اسمها ريا. وروني بيقول لها طب ايه اللي فكرك بيا بعد السنين دي كلها، وايه الحاجة اللي انت عايزاني اساعدك فيها؟ فبتحكي له انها كانت بتوصل بنتها في اول يوم مدرسة، وريا ما كانتش عايزة تروح بس انا اصريت اني اوديها. ولما وصلت المدرسة طلعوا علي عصابة وضربوني وخطفوها، وانا مش عارفة هم عايزين مني ايه بالظبط. وبتمسك ايده وبتقوله ساعدني اني الاقي بنتي وما تسيبنيش. وبيمشي روني وبيفضل يفتكر كل ذكرياته مع نيها. وتاني يوم بيروح روني لمحل تأجير عربيات، وبيطلب من صاحب المحل اللي اسمه عثمان انه يأجر له عربية. فصاحب المحل بيقوله تمام بس وريني بطاقتك الأول. ولما بيشوفها بيعرف انه ضابط في الجيش، فبيقوله ما قلتش ليه انك ضابط، ده انتوا اللي بتحموا البلد. وبيدي لروني العربية وبيركبها وبيمشي. وبيروح روني يقابل نيها وبيسألها انت ما حاولتيش تدوري عليها طيب؟ فبتقوله انا بقالي شهرين بدور عليها ومحدش عايز يساعدني ابدا، فكلمتك لانك وعدتني انك مش هتسيبني وهتساعدني دايما. فبيقول لها طب وجوزك شيكار ما حاولش يعمل حاجة؟ فبتقول له هو فقد الامل انه يلاقيها وما بقاش يدور عليها. وبيسألها طب بلغتي الشرطة؟ قالت له انا عملت محضر بس هم بلغوني الاسبوع اللي فات انهم ما لقوش اي دليل وهيقفلوا القضية. فبيقول لها طب خليني انا اتكلم مع الشرطة واتفاهم معاهم. وبيروحوا على مركز الشرطة، والضابط اول ما بيشوفها بيقول لها تعالي يا نيها، وبيديها ملف القضية وبيقول لها يلا وقعي عشان نقفل القضية. فبتقول له ازاي عايز تقفل القضية بالسهولة دي؟ فبيقول لها احنا بقالنا شهرين بندور عليها وما لقيناش اي دليل. وبياخد روني الملف وبيفضل يقلب فيه. فالضابط بيشده من ايده وبيقول له انت فاكر نفسك في مكتبة؟ وروني بيقول للضابط ازاي بنتها تبقى مخطوفة بقالها شهرين وانتوا مش عارفين تعملوا حاجة؟ فالضابط بيقول لنيها احنا خلاص ما نقدرش نعمل حاجة في القضية، وبيخبطها في رجليها. وروني اول ما بيشوف اللي بيحصل بيتعصب وبيقول له ارجع مكانك. فالضابط بيقول لها شكله مش عارف هو فين. وروني بيقول له بقول لك ارجع مكانك. فالضابط بيقول لها قولي له يسكت احسن له، والا هوريه انا ممكن اعمل فيه ايه. وهنا روني ما قدرش يمسك نفسه وراح ضارب الضابط في وشه وكسر له اسنانه. راح الضابط ماسك روني من هدومه وبيقول له انت ازاي تتجرأ انك تضربني؟ فروني مسكه وضربه، وكل الضباط اتلموا على روني عشان يضربوه، بس روني قدر يضربهم كلهم واحد ورا التاني. ورجع للضابط تاني وفضل يضربه، والضابط كان هيقع على الحديد ويموت، بس روني بيمسكه من هدومه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بتوقفه نيها. وفي الوقت ده الضباط بيمسكوا روني وبيحبسوه في الزنزانة وبيضربوه وبيفضلوا يعذبوا فيه. وساعتها بيلاقوا بطاقته وبيعرفوا انه ضابط في الجيش. فالضابط بيسأله انت ليه ما قلتش من الاول انك ضابط جيش؟ على الاقل ما كناش عذبناك للدرجة دي. وروني بيقوله تعذيبك ده مجرد تسخين بالنسبة لي. وساعتها بيوصل نائب المأمور واللي اسمه شير وبيأمر الضباط انهم يجيبوا روني. ولما روني بيدخل عليه شير بيقوله انت عارف يا روني اخويا الكبير كان دايما بيقول لي ادخل كلية الطب،
بس أنا ما كنتش حابب أدخلها عشان بحب أنام بدري، واحتمال يصحوني في نص الليل ويقولولي قوم اعمل عملية أو مثلا اكشف على المريض ده عشان تعبان، بس حتى وأنا نائب صحوني في نص الليل برضو عشان اللي انت عملته. وبيقوله انت ازاي ترفع ايدك على رجالة الشرطة؟ انت ما اتعلمتش في الجيش ازاي تحترم العسكريين ولا ايه؟ فبيقوله روني الضابط ده نسى واجبه وانا كنت بفكره بس عشان يتعلم. وبيقوله على فكرة انا معايا حصانة وما ينفعش تقبض عليا. فشير بيقوله انت ضابط جيش لكنك في اجازة، وطالما ضابط الجيش خارج خدمته بيتعامل زيه زي بقية المواطنين بالظبط. وساعتها بيتصل القائد بتاع روني وبيكلمه وبيقوله هو هيسيبك تمشي عشان انا صديقه بس، وإلا كنت قضيت الليل كله في الحجز. وبيمشي روني من القسم وبيفضل طول الطريق يفكر هيعمل ايه، لحد ما بيقرر انه يروح مدرسة ريا. ولما بيروح بيقابل المديرة وبيقول لها ان في بنت من مدرستك اتخطفت من شهرين. فبتقول له مستحيل تحصل حاجة زي دي، انت اكيد غلطان في المكان. ولما بيوريها صورة ريا بتقول له بس البنت دي مش تلميذة في مدرستنا اساسا. فبيخرج روني وبيكون مستغرب جدا من كلام المديرة، وبيلمح ان في كاميرات في البيت اللي قدام المدرسة. وبيروح لنيها وبيحكي لها انه راح المدرسة، والمديرة قالت له ان مفيش اي خطف حصل هنا، ومفيش اصلا اي بنت اسمها ريا متسجلة في المدرسة. وبتقول له نيها ده طبيعي تقول كده لانها اكيد مش عايزة تورط نفسها في موضوع زي ده. وبيسألها روني طب انتوا ليكوا اي عداوة مع حد؟ فبتقول له لا. وبيقول لها طب ممكن اتكلم مع جوزك شيكار؟ فبتتخض وبتقول له لا طبعا ده ما يعرفش اي حاجة عنك. وبيسألها طب شفتي شكل الناس اللي خطفوها؟ فبتقول له لا لانهم كانوا لابسين اقنعة. ولما روني بيطلب منها صور لريا بتقول له نيها انها معهاش غير الصورة دي بس. فبيستغرب وبيقول لها ازاي، اكيد عندك صور ليها على موبايلك او على السوشيال ميديا او حتى في البيت. وفي الوقت ده بيوصل ساني، فبتقول له امشي بسرعة عشان ساني اخو شيكار وصل وما ينفعش يشوفك هنا. وبينزل روني بسرعة، بس وهو نازل بيشوف ساني وبيقلق من شكله. ولما نيها بتفتح له الباب بيقول لها ازيك يا بيبي، قصدي ازيك يا مرات اخويا. وبيطلع روني تاني لشقة نيها وبيفضل يراقبهم من بعيد. وساني بيقعد على ترابيزة وبيفضل يشد بودرة، ونيها لما بتشوفه بتقوله ايه اللي انت بتعمله ده، اطلع بره. وساني بياخد بعضه وبيمشي. وبيدخل روني وبيسألها مين ده، فبتقوله ده ساني اخو جوزي ومدمن مخدرات زي ما انت شايف. فبيطلب منها رقمه وعنوانه وبيقول لها ما تقلقيش انا جيت هنا عشان احل المشكلة مش اعقدها اكتر. وبياخد الرقم والعنوان وبيمشي. بس وهو نازل بيقابل واحد جار نيها وبيسأله انت ساكن هنا؟ فبيقول له اه. وبيقول له روني يبقى انت اكيد عارف شيكار ومراته؟ فبيقول له ايوه طبعا عارفهم. وبيسأله روني امتى اخر مرة شفت بنتهم؟ فبيستغرب جارهم وبيقول له انا عمري ما عرفت اصلا انهم مخلفين بنت. وفي الوقت ده بيتصل روني بساني وبيقول له انا عايز اتكلم معاك بخصوص بنت اخوك اللي اتخطفت. فبيسأله ساني هو انت ظابط؟ وروني بيقول له لا انا صحفي. فبيقفل ساني السكة في وشه. ولما بيمشي بيقابل واحد صاحبه وبيعزمه على فرحه، وهناك بيخبط في واحد سكران وبيقع منه كارنيه وبيطلع انه ظابط. فبيستغل روني الموضوع ده وبيروح البيت اللي قدام المدرسة وبيوري الحارس الكارنيه وبيقول له انا ظابط شرطة، وبيطلب منه يوريله تسجيلات الكاميرا. فبيدخله الحارس وبيشغل تسجيلات اليوم اللي اتخطفت فيه ريا. وبيكتشف روني ان في 3 ساعات محذوفين من التسجيل، وده الوقت اللي اتخطفت فيه ريا. وبيطلب منه يوريله تسجيلات اليوم اللي قبله، وبيعرف ان ساني كان موجود اليوم اللي قبله في المدرسة. وبيسأل الحارس الاقي فين ال3 ساعات دول؟ فبيقول له كل الفيديوهات موجودة في مكتب الرئيس. فبيديله روني فلوس وبيطلب منه يجيب له التسجيلات دي، وبيديله كمان رقمه وبيقول له يتصل بيه ضروري اول ما يلاقيهم. وبنروح لمركز الشرطة وبيكون فيه ضابط متعين جديد اسمه سينج، وبيكون شكله ومظهره غريب جدا. وبنعرف انه كان في مهمة للقبض على مدمنين مخدرات، فبيضطر يبقى مدمن زيهم عشان يكون واحد منهم ويقدر يقبض عليهم. وبيدخل شير نائب المأمور وبيقول له انت لازم تبطل شرب، وان مهما حصل سمعة الضابط لازم تفضل نظيفة. وسونج بيقول له ما تقلقش انا هقبض على كل مدمنين المخدرات اللي في البلد، وبيسيبه وبيمشي. وروني بيروح عشان يراقب ساني وبيفضل ماشي وراه، بس مرة واحدة بيختفي وبيتوه منه. بس بيشوف الاتنين اللي كانوا معاه وبيمشي وراهم، وبيشوفهم وهم بيستلموا بضاعة من شخص.
وبيطلع الشخص ده عثمان صاحب محل العربيات، وبيتصدم روني عشان بيكون فاكر انه محترم، ومرة واحدة بيختفوا كلهم وبيفضل يدور عليهم، وفجأة بيظهروا من وراه وبيرفعوا عليه السلاح وبيسألوا واحد منهم انت ماشي ورانا ليه وعايز تعرف ايه؟ فبيلف روني وبياخد منه السلاح وبيضربهم وبيوقعهم على الأرض، وبيرفع على واحد منهم السلاح وبيسأله فين ريا؟ فبيقول له معرفش حد بالاسم ده. فبيروح روني لعثمان وبيسأله مين اللي انت كنت معاهم دول؟ وعثمان بيقول له دول كانوا بيسألوني على عنوان وكنت بقول لهم عليه. فبيطلع الفلوس من الكيس وبيرميهم قدامه وبيقول له في ناس تدفع كل الفلوس دي عشان عنوان؟ فعثمان بيعترف وبيقول له بصراحة أنا بتاجر في المخدرات وعارف خطورة الموضوع ده كويس وعارف أحمي نفسي كويس منه، بس أنت مالكش في الكلام ده، فقبل ما تاخد أي خطوة فكر فيها كويس. وروني بيقول له أنا خدت الخطوة خلاص وضربت الاتنين اللي كانوا معاك. فبيخاف عثمان وبيقول له أنت عايز تعمل إيه بالظبط؟ وروني بيقول له البنت دي اتخطفت من شهرين وانا بدور عليها. فعثمان بيقول له هو انت شايفني فاتح مدرسة؟ انا عمري ما شفت البنت دي وابعد عن الناس دي احسن لك. فروني بيقول له انت خايف عليا وانت عارفني بقالك 4 ايام؟ امال انا اللي عارف ام البنت دي بقالي 4 سنين، تخيل بقى انا هبقى قلقان عليها قد ايه. وبيسيبه وبيمشي، وبينزل روني اعلان في الجرايد عن خطف ريا، وبيحط جايزة مالية كبيرة للي يلاقيها، وبتتصل بيه نيها وبتقوله انت ليه عملت كده؟ شيكار هيرجع النهاردة واكيد هيسألني على الاعلان ده. فبيقول لها احنا ما عندناش حل غير ده عشان نقدر نلاقي بيه ريا. وبيجي مكالمات كتير لروني بس بتكون كل الناس طمعانة في المكافأة اللي هو حاططها، وبيجي تليفون لروني فبيرد وبيقول له مش هديك فلوس إلا لو عندك معلومة. فالشخص اللي متصل بيقول له أنا مش عايز فلوس، أنا عايز أعرف هتقدر ترجع لي بنتي ولا لأ. فبيقول له روني انا هبعت لك عنوان وتعالى قابلني هناك. وبيروح روني يقابله، والشخص ده بيقول له انا بنتي اتخطفت من 6 شهور لما كنا على البحر من 6 شهور، وبيوري له صور ريا وبيقول له انا فضلت ادور عليها وما لقيتهاش لحد ما لقيتك ناشر صورتها في الجرايد. فبيسأله روني هي ريا بنتك؟ فبيقول له طبعا بنتي. فبيمسكه روني من دراعه وبيقول له قول لي الحقيقة احسن لك. فالراجل بيقول له انا معايا شهادة ميلادها وبيوريها لروني. وساعتها بيجي تليفون لروني، ولما بيرد بيلاقيه شيكار جوز نيها وبيطلب منه انه يقابله في مكتبه. وبيروح لروني وبيسأله شيكار انت تعرف نيها منين؟ فبيقول له احنا اتقابلنا قبل كده في مطعم وعندنا اصحاب مشتركة، وقالت لي ان بنتها اتخطفت وطلبت مني اساعدها. فبيقول له انا مش عارف اقول لك ايه، بس احنا في الحقيقة مش مخلفين اساسا. وبيتصدم روني وبيقول له ازاي يعني؟ فبيقول له شيكار ان نيها طلعوا عليها حرامية وسرقوا عربيتها وضربوها، ودخلت في غيبوبة لمدة 10 ايام، ولما فاقت فضلت تسألني عن طفلة اسمها ريا، وفضلت تسأل كل الناس في الشارع عنها، حتى انها كانت بتدور في البيت على صورها، وفضلت اقنعها ان احنا مش مخلفين اصلا، بس هي ما كانتش بتصدق. والدكاترة شخصوا حالتها باضطراب ما بعد الصدمة، لانها تعرضت قبل كده للاجهاض، وكان نفسها تخلق امها من تاني في صورة بنتها عشان امها ماتت وسابتها وهي صغيرة، ومن صدمتها راحت عملت محضر في الاسم لدرجة ان الشرطة شكوا فيا انا، لحد ما اكتشفوا في الاخر ان نيها كلامها مش صح وانه بيتهيأ لها ان عندها بنت. فروني بيقول له انت عايز تفهمني ان كل ده وهم مرسوم في خيال نيها؟ وبيبدأ روني يجمع كل حاجة في دماغه، وبيفتكر كلام الضابط والمديرة، وبيعتذر لشيكار وبيسيبه ويمشي. وبيجي اتصال لروني من حارس البيت اللي كان هيجيب له ال3 ساعات اللي محذوفين، وبيقول له انا جبت لك التسجيل كامل. فبيروح روني جري وبيفتح التسجيلات، وبيشوف انه فعلا في حرامية هجموا على نيها وسرقوا العربية، بس بيتصدم لما بيلاقي العربية فاضية ومش بيكون معاها اي بنت. فبيتعصب جامد وبيروح لنيها وبيقول لها لما طلبت منك صور لبنتك قلتيلي مش معايا، ومديرة المدرسة قالت ان مفيش اي بنت اسمها ريا متسجلة في المدرسة، ولما نشرت الاعلان قلقتي وقلتيلي ليه عملت كده، ولما سألتك عن شيكار غيرت الموضوع، والشرطة ما بقتش تحقق في الموضوع ومش لاقيين اي دليل عشان طلع كل ده وهم من دماغك. وبيقول لها انا شفت تسجيلات الكاميرا وما لقيتش اي حد في العربية. فبتقول له نيها ان ريا كانت مستخبية في الكرسي اللي ورا. فبيتعصب وبيقول لها افهمي بقى، هما ما خدوش بنتك، خدوا عربيتك بس، وبيرمي مفتاحه على الارض. فبتقول له صدقني يا روني انا مش بكذب عليك. فبيقول لها البنت اللي انتي بتتكلمي عليها دي عرفت انها بنت حد تاني. فبتقول له ما تصدقهمش كلهم بيكذبوا عليك. وبيقول لها ما انتي كمان كذبتي عليا وما قلتليش الحقيقة وان هما مش مصدقينك. فبتقول له اقول لك ايه يعني؟ اقول لك ان كل الناس مش مصدقاني ومعتبراني مجنونة؟ اكيد انت كمان ما كنتش هتصدقني. فبيقول لها فوقي بقى، انتي ما كانش عندك بنت اصلا. فبتتعصب عليه وبتقول له امشي وسيبني لوحدي.
وروني بينزل عشان يجيب مفتاحه من الأرض، وساعتها بيشوف علامات نمو طفلة على الحيطة وبيكون اسم ريا مكتوب، فبيقول لنفسه معقول تكون نيها بتقول الحقيقة، وبيقوم عشان ينادي عليها بس نيها بتكون نطت من البلكونة وانتحرت، وبيجري عشان يلحقها بس ما بيقدرش، وبينزل تحت جري عشان يشوفها بس للأسف بتكون نيها ماتت. وبيركب روني عربيته وبيفضل يعيط وبيفتكر كل الكلام اللي قاله لها، وبتوصل الشرطة بيت نيها وبيكون الضابط سينج هو اللي ماسك القضية، وبيسأل شيكار وبيقول له انت اللي قتلتها، بس شيكار بينكر، وبيسأله سينج مين اللي بيجي البيت وانت مش موجود، وشيكار بيقول له محدش بيجي، فسينج بيقول له انت كذاب عشان اخوك ساني جه هنا وانت مش موجود. وبيخلص تحقيق معاه وبينزل، وبيقول سينج للضابط اللي معاه ان شيكار ما قتلش نيها، بس عينيه كلها كذب واكيد في حاجة مخبيها. ولما بيطلع من الاسانسير بيشوف كاميرا، وبيطلب من الضابط اللي معاه يجيب له التسجيلات بتاعتها، وبيدي تليفون نيها للمساعد بتاعه وبيطلب منه يكشف على الموبايل ويعرف مين اللي كانت بتكلمه وبتبعت له رسايل. وفي مركز الشرطة بيعرفوا ان اخر حد كلمته نيها هو روني. في الوقت ده بيكون روني متضايق جدا، وبيلاقي جرس الباب بيرن، ولما بيفتح بيلاقي عثمان، وعثمان بيقول له فاكر اليوم اللي انت وريتني فيه صورة ريا؟ لو كنت قلتلك الحقيقة ساعتها كان زمان نيها عايشة دلوقتي. فبيتعصب روني وبيمسكه من هدومه وبيقول له انت ازاي تعرف نيها؟ فبيقول له نيها ما كانتش مجنونة وكل اللي قالته لك كان صح. وبيقول له من كذا يوم رحت اشوف ساني عشان اتكلم معاه بخصوص صفقتنا اللي جاية، بس وانا هناك شفت عربيتين جايين وكان معاهم بنت صغيرة، وساعتها ساني ادالي فلوس وقال لي اقفل بقك والا هموتك، وانا كنت خايف عشان كده كذبت عليك، بس معرفش ان كذبتي دي هتكون سبب في موت حد. فروني بيزعق له وبيقول له ما صعبتش عليك وهي عماله تدور على بنتها وبتعيط. فبيقول له عثمان اعمل اللي انت عايزه فيا، المهم تنقذ ريا. وبيسأله روني هي ريا لسه عايشه؟ وعثمان بيقول له محدش يعرف هي عايشه ولا لا غير ساني. وبيسأله على عنوانه، وعثمان بيقول له ما تقلقش انا هقولك مكانه فين. وفي نفس الوقت بيدخل 2 رجاله الفندق اللي روني كان قاعد فيه، وبيكون باعتهم الراجل اللي قال لروني قبل كده ان ريا تبقى بنته، وطبعا كان باعتهم عشان يموتوا روني، بس بيقتلوا واحد تاني بالغلط وبيركبوا الاسانسير. وبيركب روني وعثمان معاهم، وبيتصل بيه سينج وبيسأله انت فين؟ وبيقول له روني انا في الفندق، فبيقول له طب خليك مكانك عشان انا جايلك. وروني بيقفل معاه بس بيخرج عشان يروح لساني. وفي نفس الوقت بيدخل الضابط سينج الفندق من الباب التاني وما بيشوفوش بعض، وبيروح روني لساني وبيسأله فين ريا، وساعتها بيأمر ساني رجالته انهم يضربوه، بس روني طبعا بيخلص عليهم كلهم وبيطلع يجري ورا ساني. ولما سينج بيعرف اللي بيحصل بيأمر كل الوحدات انها تروح وراهم ويقبضوا عليهم، وساني بيروح ناطط على اتوبيس وروني بينط هو كمان على نفس الاتوبيس وبيفضل يجري وراه لحد ما بيتعب ساني، وساعتها روني بيمسكه وبيفضل يضرب فيه. وفي الوقت ده الشرطة بتوصل وبيبعدوا روني عن ساني بالعافية وبيقبضوا عليهم هما الاتنين. وسينج بيقول لروني انا مش قلتلك استناني في الفندق؟ وروني بيقول له انت عايزني استنى لحد ما ريا تموت زي نيها؟ وسينج بيسأله انت كنت هناك لما نيها موتت نفسها؟ فروني بيفضل يزعق له ويقول له هتعمل ايه لو بنتك اتخطفت؟ وسينج بيقول له ما تتكلمش كتير والا هرميك في الزنزانة. وبيحبسوا سينج في الزنزانة فعلا، وبيفضل روني يزعق ويقول له انت واجبك تحمي الناس مش ترمي الناس البريئة في الحبس وسايب المجرمين هم اللي بره. فبيقول له سينج بطل زعيق والا حاجة اضربك. فروني بيقول له انت بتستعرض قوتك قدامي بس عشان انت حابسني، بس لو دخلتلي هنا هوريك انا هعمل فيك ايه. وساعتها سينج بيقوم وبيقول له اعتبر امنيتك الاخيرة اتحققت، وبيأمر الحارس انه يفتح الزنزانة، وبيفضلوا يضربوا في بعض بس روني بيكون اقوى منه وبيوقعه على الارض. وبيحاول الضباط اللي هناك انهم يمسكوا روني، وفي الوقت ده بيوصل النائب شير الزنزانة وبيتدخل وبيبعدهم عن بعض. وروني بيكون خلاص هيضرب النائب شير بس بيهدى في اخر لحظة وبيقول لهم اخدتوا رشوة قد ايه عشان تعملوا كده؟ فشير بيقول له انت عاطفي زيادة عن اللزوم والشرطة ما عندهاش وقت للعواطف دي. وروني بيقول له بس على الأقل عندكم وقت عشان تقبضوا على المجرمين. فالنائب شير بيقول له انت تقصد ايه؟ فبيقول له انا اقصد ساني، انتوا سبتوه يمشي وهو اللي خطف ريا. فشير بيقول له عندك دليل على كلامك ده؟ وروني بيقول له انا عندي الدليل، وبيجيب لهم عثمان. وعثمان بيقول لهم كلام روني صح، وانا لما كنت عند ساني شفت ريا هناك وكانوا خاطفينها. وشير بيسأله هتقدر تقول الكلام ده في المحكمة؟ قال له اه طبعا هقول. فبيقبضوا على ساني وبيحبسوه. وسينج ساعتها بيقول لشير خليني انا اللي احقق معاه.
لأن ده مدمن مخدرات وأنا بعرف أتعامل مع الأشكال اللي زيه. لكن شير بيرفض وبيقوله أنا اللي هحقق معاه بنفسي. وبيدخل شير وبيسأله ريا فين، فساني بيقوله ريا مين؟ فبيقوله ريا بنت أخوك، وساني بيقوله ريا افتكرتها، تعالى كده شوفها في جيبي يمكن تلاقيها. وبيطلب ساني من شير سيجارة، وشير بيقوله مش هديك حاجة إلا لما تقولي مكان ريا الأول. فبيتعصب ساني جامد وما بيقدرش يمسك نفسه بسبب المخدرات اللي بيشربها، وبيقوم عشان يضرب شير بس سينج بيتدخل وبيرفع عليه السلاح، وشير بيمنع سينج وبيبعده عنه. وقتها ساني بيسرق سلاح شير وبيرفع عليهم السلاح وبيهددهم، بس شير بيكون معاه سلاح تاني وعلى طول بيقتل ساني. وبيدخل روني الأوضة وبيفضل يقول لساني ما تموتش، لأنه طبعا آخر أمل ليه عشان يلاقي ريا. وبيقعد شير مع روني وبيفضل يهديه وبيقول له أنا عارف إن اللي حصل ده ما كانش صح، بس أنت لازم تتحكم في عصبيتك دي. وروني بيقول له أنا كنت عايز أنتقم لنيها وأنقذ ريا. وشير بيقول له بس الشرطة مش بتنتقم، الشرطة هدفها إنها تحقق العدالة وبس. فبيقول له روني أنا متأكد إن شيكار جوزها عارف كل حاجة، وبيطلب منه يقبض عليه. فالنائب بيقول له أنا مقدرش أقبض على أي حد لمجرد إنك شاكك فيه، لازم يكون فيه دليل. وبيقول له ما تعملش أي حاجة غلط من نفسك تاني عشان ما يحصلكش حاجة وحشة، وسيب لي أنا القضية دي وأنا اللي هحلها وهرجع لك ريا. وروني بيقول له ماشي اتفقنا، وبيسيبه ويمشي. وفي الوقت ده الاتنين اللي كانوا عايزين يقتلوا روني بيرجعوا لعثمان وبيوقعوه على الأرض وبيفضلوا يعذبوا فيه. وساعتها بيوصل روني وبينادي على عثمان، ولما بيسمعوا صوته بيستخبوا. وأول ما روني بيشوف عثمان بيجري عليه، ولسه عثمان كان هيتكلم لكن بيجي واحد منهم وبيخنق روني، بس روني بيقدر يقاومه وبيزقه بعيد. ولما بيجي يلف بيلاقيه اختفى، وبيظهر واحد تاني من وراه وبيضربه، وبعد كده بيختفي برضه. وبيظهروا هما الاتنين وبيرموا في عينه تراب وبيفضلوا يضربوا فيه، بس روني بيقدر يقاومهم وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بيكسر عظمهم، وبيعذبهم بنفس الطريقة اللي عذبوا بيها عثمان. ولما بيخلص عليهم بيروح لعثمان، بس عثمان للأسف بيموت وبيفضل روني يعيط عليه. وفجأة بتيجي رسالة على تليفون واحد منهم، ولما روني بيشوف الرسالة بيتصدم إنها من شير، وبيعرف إن هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده، وإنه صور روني وهو في بيته وبعت صورته للبلطجية دول عشان يخلصوا عليه. فبيتعصب وبيروح لواحد منهم وبيقوله فين شير، فبيقوله هتلاقيه في وسط الغابة، وحوالين الغابة دي رجالة كتير مسلحة، ودول بقى متحوطين برجالة من الجيش، وانت لازم تعدي من كل ده عشان تعرف توصل لشير. فروني بيتعصب وبيضربه وبيروح للغابة. وفي الوقت ده سينج بيشوف تسجيلات الكاميرا يوم ما نيها ماتت، وبيعرف ان روني كان موجود عندها في الوقت اللي ماتت فيه. فبيأمر رجالته انهم يقبضوا عليه، وبيحاصروا روني 3 عربيات من بتوع الشرطة، بس روني بيخليهم يلبسوا في بعض وبيخلص منهم. وبيروح الغابة وبيخلص على رجالة شير كلهم واحد ورا التاني. وساعتها رجالته بيبلغوه ان روني دخل الغابة، فشير بيقول لهم مش لازم تكون نهاية كل جندي انه يبقى شهيد، خلوه يدخل لي هنا. وفي الوقت ده بيوصل القائد بتاع روني وبيسلم على الضابط سينج، وبيسأله القائد قبضت على روني ولا لسه. فسينج بيقول له لسه، بس اول ما هلاقيه هخلص عليه، بس لو انت قدرت تعقله وتخليه يسلم نفسه ممكن ينقذ نفسه من الموت. فبيقول له القائد انت فهمتني غلط، انا هنا مش عشان انقذه ولا عشان افهمه غلطه، انا هنا عشان انقذكم انتوا منه. روني ده يعتبر جيش كامل واحسن لك انك تخلي بالك منه. فبيقول له سينج انا بوعدك اني هنهي كل الموضوع ده برصاصة واحدة مني. والقائد بيقول له بالتوفيق وبيسيبه ويمشي. وفي الوقت ده بيدخل روني مخزن الاسلحة وبياخد كل الاسلحة اللي هو عايزها، وبيفجر باقي المخزن قبل ما يمشي. وبيروح لرجالة شير وبيفضل يضرب عليهم نار لحد ما بيخلص الرصاص اللي معاه، وبيروح يخلص على الباقي وبيفضل يضرب فيهم. وبيفضل شير ينادي على رجالته بس محدش بيرد عليه، لحد ما بيروح لواحد من رجالته وبيقول له كلهم ماتوا. فشير بيقول له طلعوا الطيارات دلوقتي، وبتوصل طيارتين فيهم مدافع آلية، وبيفضلوا يضربوا نار على روني بس مفيش ولا رصاصة بتيجي فيه. وبيفضل يجري لحد ما بينط في الطيارة وبيخلص على كل الرجالة اللي فيها، وبيمسك المدفع وبيدمر الطيارة التانية، وبيخلص روني على الطيار وبيقعد مكانه.
وبيسيطر على الطيارة وبيرمي صواريخ على المكان كله وبيدمره. بس بتيجي مجموعة من رجالة شير وبتفضل تضرب على الطيارة نار لحد ما بتقع، لكن قبل ما تنفجر بيقدر روني انه يهرب منها. وروني بيكمل في طريقه لحد ما بيوصل لمكان شير وبيدخل وبيخلص على اي حد بيظهر قدامه. وبيكون روني خلاص تعب وجسمه بيجيب دم من كل حتة، بس بالرغم من كده بيقاوم وبيكمل. وبيظهر واحد جسمه ضخم قدام روني وبيحاول يضربه وبيدي روني بالروسية، بس روني مش بيتأثر والراجل الضخم هو اللي بيغمى عليه. وبيمسكوا روني من رقبته وبيقتله، وبيهجم عليه اخر مجموعة من رجالة شير وبيمسكوه من ايده، بس روني بيقدر يضربهم كلهم في رجليهم وبيكسر لهم رجليهم كلهم. وبيظهر قدامه الراجل اللي كان قايل له ريا تبقى بنتي، فبيقول له روني انت بقى اللي قلت لي انك ابو ريا. وبيضربه في مكان حساس وبيقول له انت دلوقتي عمرك ما هتبقى اب تاني. وبعد كده بيكسر له رقبته وبيموته. وفي الوقت ده بيظهر شير ورا روني وبيضربه بالنار، وبتيجي الطلقة في بطنه، وساعتها بيحاول روني انه يقاوم الوجع وبيهجم شير على روني وبيفضل يضربه. ولما روني بيقاوم شير بيضربه في المكان اللي متصاب فيه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيوقعه على الارض. وبيفضل شير يزعق وبيقول له انت عايز ايه؟ فروني بيقول له انا عايز ريا، وشير بيقول له ريا موجودة ولسه عايشة، عايز حاجة تاني؟ وبيكمل كلامه وبيقول له انا زهقت من شغلانتي دي وكنت بدور على اي حاجة تانية اكسب منها فلوس، فاضطريت اني اتاجر في المخدرات وريا كانت فرصتي. وبيقول له انا لما رحت لساني عشان استلم منه المخدرات سمعت صوت طفلة بتعيط، ولما دخلت لقيت واحد من رجالة ساني كان هيقتل ريا، بس انا ضربت عليه نار وانقذتها. وبعد كده اخدت ساني ورحت بيه لشيكار وقلت له الحق اخوك كان عايز يقتل بنتك. فشيكار ساعتها قال لي ما انا اللي قلت له يعمل كده. فساعتها انا حبيت استغل الموقف وقلت له انا ما يهمنيش انت عايز تعمل ايه مع بنتك، انا كل اللي يهمني دلوقتي ان في شحنة كبيرة قوي جايالي، وبما انك صاحب شركة الشحن فانت اللي هتقدر تخلص لي الموضوع ده وتجيب لي البضاعة بتاعتي. بس شيكار قال لي ان الكمية كبيرة وهتاخد شهرين على الاقل على ما البضاعة ما توصل، وانا وافقت وقلت له خلاص انا هخلي بنتك عندي شهرين لحد ما توصل البضاعة، وحذرته ان لو حصل اي حاجة لبضاعتي هخليهم يقضوا بقية حياتهم في السجن. وبيقول له ان شيكار كان بيكره مراته وكان عايز يثبت انها مجنونة، وانه كمان كان عايز يقتل بنته ريا. ولما العصابة خطفت بنته لم كل حاجتها وحرقها وفهم كل الناس ان ريا ماتت، وان الدكاترة بيقولوا لو نيها صحيت من الغيبوبة وعرفت ان ريا ماتت هتموت هي كمان، وعشان كده احنا هنفهمها اننا ما خلفناش وما عندناش بنت اسمها ريا اصلا. فالناس بتتعاطف معاه وبيسمعوا كلامه، وراح عطى لمديرة المدرسة والأمن رشوة عشان ينفذوا كلامه، وهدد صاحب البيت اللي قدام المدرسة عشان يمسح ال3 ساعات اللي حصل فيهم الخطف من التسجيل. وبيقول له وانا بقى اللي أمرت انهم يقفلوا القضية، وكمان قلت لساني ياخد السلاح لما كنت بحقق معاه عشان يبقى عندي مبرر لما اقتله. وبيقول لروني ان في اي معركة انت مش بتحتاج للقوة، انت بتحتاج للذكاء وبس، انت كمان لازم تشغل دماغك وتفكر كويس. فروني بيقول له انت عملت كل حاجة صح بس للأسف اخترت الطفل الغلط. وبيمسكه من رقبته وبيخنقه وبيفضل يضربه وبيرميه على الأرض، بس شير بيلاقي مسدسه فبياخده وبيرفع السلاح على روني، لكن الضابط سينج بيوصل وبيضرب على شير نار وبيقتله. وروني بيفضل يقول لشير ما تموتش قبل ما تقولي على مكان ريا، وبيوصل القائد بتاعه وبيفضل يهديه وبيقول له الحرب انتهت خلاص. وسينج بيقول للقائد مش قلتلك اني هخلص الموضوع كله بطلقة واحدة بس؟ وساعتها روني بيشوف ريا قدامه وهي نازلة من على السلم وبيغمى عليه. وتاني يوم بيروح سينج لروني المستشفى وبيحكي له على كل حاجة، وانه قبض على شيكار واعترف له على كل حاجة بالتفصيل، وبيقول له ان شيكار عرف من الدكتورة انه عقيم وما بيخلفش. وساعتها قعد يقول للدكتورة ازاي ده انا عندي بنت، فالدكتورة قالت له ده مستحيل واكيد البنت دي مش بنتك. وساعتها قرر شيكار انه يخلص على ريا هي ونيها. وسينج بيقول له فهمت دلوقتي ليه نيها اختارتك انت بالذات عشان ترجع بنتها. وساعتها بيفتكر روني لما نيها جات له البيت قبل ما يسيبوا بعض زمان، وحصل بينهم علاقة واكيد حملت منه وخلفت ريا، وان ريا دي تبقى بنته. وسينج بعدها بياخده لريا وبيفرح روني جدا لما بيشوفها وبيلاقيها بتعمل نفس حركاته بالظبط، فبيروح لها وبيفضل يتكلم معاها وبيتخيل ان نيها قدامه وهي مبسوطة، وبيخلص فيلمنا على كده. وللناس اللي وصلت لاخر الفيديو عايزكم تحطوا الايموجي ده في الكومنتات عشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة، ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واستنى الجزء الثالث اللي هينزل قريب. ويلا سلام.